لو سألتك وقلت لك كنت بتعمل ايه مثلا يوم 10 مايو 2024، غالبا الإجابة بتاعتك هتكون انك مش فاكر اي حاجة. انت ممكن ما تكونش فاكر اصلا انت عملت ايه امبارح. الانسان ما عندوش القدرة انه يفتكر كل حاجة في حياته، وفي نفس الوقت بيكون في فوضى كبيرة في حياة كل واحد فينا. وحتى لو انت شخص بتنجز كتير في حياتك، ممكن بسبب الفوضى دي ما تحسش بمدى الانجازات اللي انت بتعملها. ممكن ما يكونش عندك وعي كافي بكم الحاجات اللي انت خلصتها او الحاجات اللي المفروض ان انت تنجزها في المستقبل. وعلشان كده في الفيديو ده هنتكلم عن ابسط اداة تساعدك ان انت تعيش حياتك بوعي اكتر، وفي نفس الوقت تساعدك ان انت تتتبع الماضي وتخطط لاهدافك اللي انت عايز توصل لها في المستقبل. والاداة دي هي التدوين. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. انا سمير حنفي وهكلمكم النهارده عن اداه التدوين واللي هتساعد في ان هي تنظم حياتك بالكامل. لو بصيت على الناس اللي بتستخدم التدوين في حياتها هتلاقي عندك 3 انواع من الناس. النوع الاول وده بيستخدم التدوين بشكل عاطفي اكتر عشان يقدر ان هو مثلا يسجل بعض التواريخ المهمه في حياته، او علشان يفرغ بعض المشاعر العاطفيه اللي عنده، زي مثلا الناس اللي بنشوفها بتستخدم التدوين او الكتابه في اللحظه اللي بيحسوا فيها بالحزن او بالزعل، او الناس اللي بتستخدم التدوين في اللحظه اللي بيحسوا فيها بالفرح او السعاده. النوع الثاني وده بيستخدم التدوين بشكل عملي اكتر عشان يقدر ان هو يحقق بعض الاهداف الموجوده في حياته. حد مثلا عاوز يشتري حاجه معينه، حد مثلا عاوز ينجز مهمه معينه في حياته. بمعنى اصح النوع الثاني بيستخدم التدوين كاداه للانتاجيه. اما النوع الثالث من الناس فده بيجمع ما بين النوع الاول وما بين النوع الثاني، وده بيستخدم التدوين كاداه علشان يقدر ان هو يعبر عن نفسه ويفرغ المشاعر العاطفيه اللي عنده، وفي نفس الوقت بيستخدمه كاداه للانتاجيه. ولو بصينا للتدوين بشكل عملي اكتر هنلاقيه بيمر باربع مراحل اساسيه. المرحله الاولى وهي الريكورد او التسجيل، وهي فكره ان انت تسجل كل الافكار اللي عندك. تيجي كده ساعة صفا وتقعد تعمل عصف ذهني وتسجل كل الافكار اللي في دماغك. بمناسبة المرحلة دي كان في حاجة كده بتحصل لي وما كنتش بلاقي لها اي تفسير، وهي فكرة ان قبل مرحلة النوم بيجي لك كل الافكار الجامدة جدا، كل الافكار المبتكرة والابداعية، كل الافكار اللي ممكن تغير حياتك بالكامل، ولكن ما بتلحقش ان انت تكتب او ان انت تدون الافكار دي. وللاسف لما بتصحى في اليوم التاني بتلاقي كل الافكار دي راحت. والموضوع ده بيتم لعدة اسباب، واللي منها هدوء المخ من المشتتات، وهي فكره ان انت بتكون اخر اليوم بتكون خلصت كل المهام او الالتزامات اللي عندك وخلاص هيأت نفسك للنوم، فبالتالي مخك بيكون في مرحله هدوء. السبب الثاني للموضوع ده هو نشاط الوضع الافتراضي للمخ او ما يعرف باسم ديفولت مود نتورك، وده نظام في المخ بيشتغل لما نكون مش مركزين في حاجه معينه، زي بالظبط وقت قبل النوم. وقتها بيبدأ المخ ان هو يجمع بعض الافكار ويعمل لها عمليه ربط، وبيطلع بحلول ابداعيه ومبتكره. الحاجه الثالثه اللي ممكن تكون سبب في الموضوع ده وهي ان مرحله قبل النوم بيكون فيها حاله بتسمى بالحاله شبه التامليه، وبناء عليه بتلاقي كتير من العلماء او الفنانين جالهم الهام في اللحظه دي. فبالتالي في مرحله الريكورد او التسجيل بيكون مهم جدا ان انت تخلي جنبك على السرير ورقه وقلم، علشان لما تجيلك الافكار الابداعيه او المبتكره تلحق ان انت تعمل لها تسجيل او ان انت تعمل لها عمليه تدوين وما تروحش عليك. المرحله الثانيه في عمليه التدوين وهي الريفلكت او التامل، وهي فكره ان انت تفكر وتتامل في كل الافكار اللي انت سجلتها. وفي المرحله دي انت ممكن تكتشف وتضيف بعض الحاجات الاضافيه، او انك تحذف وتشيل بعض الافكار اللي ممكن ما تكونش مهمه بالنسبه لك. والنقطه دي هتاخدنا للمرحله الثالثه في عمليه التدوين وهي الريفاين او التنقيح. وفي النقطه دي بنحذف او بنشيل او بنعمل اكس على الحاجات اللي مش مهمه او اللي ممكن مثلا نشوف ان هي مش من ضمن اولوياتنا. المرحله الرابعه والاخيره والمهمه جدا جدا في عمليه التدوين وهي الريسبوند او الاستجابه. خليني اقول لك انت مش هتستفاد اي حاجه لو عملت تسجيل او تدوين لبعض الافكار الجامده جدا من غير ما تستجيب ليها وتبدا فيها بشكل عملي. وعلشان كده المرحله الرابعه من اهم المراحل واللي بتبدا فيها تاخد خطوه تجاه تحقيق المهام بتاعتك. مش المهام بس اللي بيتم تسجيلها او تدوينها، انا ممكن مثلا اسجل بعض الاحداث المهمه في حياتي، او ان انا اسجل بعض الملاحظات اللي مش عاوز انساها. وعامه عمليه التدوين بيكون ليها انواع كتير، واللي منها التدوين اليومي واللي بتسجل فيه كل مهامك اليوميه. ويفضل عمليه التدوين اليومي تكون في بدايه اليوم زي ما قلنا في فيديوهاتنا اللي فاتت، ويفضل برضو انك ما تزودش فيها عن 3 مهام اساسيه علشان ده هيساعدك في ان انت تنجز المهام دي بسهوله. وفي برضو النوع الثاني من انواع التدوين وهو التدوين على مدار الاسبوع، وده يعتبر من افضل انواع التدوين لان مده ال7 ايام بتساعد بشكل كبير على انجاز المهام بفعاليه. النوع الثالث من التدوين او الانواع الثانيه يعني وهو التدوين الشهري، واللي فيه بتقدر انت تحدد المهام خلال الشهر بالكامل، او التدوين الربع سنوي واللي بيكون عباره عن 3 شهور
او التدوين النصف سنوي واللي بيكون عباره عن 6 شهور، او التدوين السنوي واللي بتقدر فيه ان انت تخطط وتحدد مهامك خلال السنه كلها. وعلى الجانب الشخصي انا مش بفضل انواع التدوين بعيده المدى، وممكن كمان استبدلها بنوع تاني من انواع التدوين واللي مش بتكون مرتبطه بمده زمنيه، ولكن بترتبط ببعض الافكار المرتبطه بيا انا، حاجات مرتبطه مثلا باحلامي او باهدافي او بخططي المستقبليه. وعلى فكره النوع ده من التدوين ممكن اسجل او ادون فيه حاجه تاخد وقت كبير جدا علشان اقدر ان انا احققها، حاجه ممكن تاخد مثلا سنه او 2 او حتى 5، ولكن الحاجه دي هتكون بمثابه غايه او حلم خاص بيا انا، تدفعني كل شويه ان انا اخطط على مدار اليوم واخطط على مدار الاسبوع او الشهر باللي يساعد على تحقيق الحلم او الهدف بتاعي. وعامه اداه التدوين بتساعد بشكل كبير جدا على الانتاجيه وعلى تحقيق الاهداف، وده من خلال حاجتين مهمين جدا. الحاجه الاولى ودي بتسمى بالتايم بوكسنج او بحجز الوقت، والاسلوب ده بيساعد ان انت تحدد مهمه معينه بحيث ان انت تعملها في وقت معين علشان تقدر ان انت تنجز المهمه دي، سواء كان على مدار اليوم او على مدار الاسبوع او الشهر. اما الحاجه الثانيه واللي بتساعدني على الانتاجيه وتحقيق الاهداف وهي الجدوله. فكرة ان انت تكتب سجلك اليومي او الاسبوعي او الشهري بتخليك عندك نظرة مستقبلية للحاجات اللي انت هتعملها بعد كده، وبتخلي عندك نظرة شاملة لكل المهام اللي عندك. وبناء عليه فاداة التدوين بتساعد على الحاجة الاولى وهي حجز الوقت او التايم بوكسنج، وبرضه بتساعد على الحاجة الثانية وهي الجدولة، والاثنين زي ما قلنا بيساعدوا على الانتاجية وتحقيق الاهداف. ومهم جدا قبل ما انسى ان انت تستخدم في عملية التدوين الورقة والقلم، وتبعد بقدر الامكان عن الابلكيشنز او الادوات التقنية، بس لو مفيش غيرهم قدامك خلاص استخدمهم. وده علشان حاجات كتير، واللي منها ان الكتابه بتساعدك ان انت تفكر بعمق اكتر، وكمان بتبعدك عن المشتتات اللي ممكن تتعرض لها بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. الحاجه التانيه واللي ممكن ما تكونش عارفها وهي ان الكتابه بتساعد على تقويه الخلايا العصبيه في الدماغ، فبالتالي تاثيرها هيكون احسن بكتير من استخدامك للتليفون. وده كده كان فيديو النهارده، ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو الفيديو عجبك وتشترك في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.